السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا ركنة قطعتين. الركنة بتاعتنا زي ما انتم شايفين لسه نجارة، ما بدأناش فيها التنجيد. وطبعا احنا بنحب نصور الشغل بتاعنا في كل المراحل بتاعته، وهو لسه نجارة، في بداية التنجيد، في نص التنجيد، وكمان بعد الفرش والفينش النهائي. بنصور الشغل في جميع المراحل بتاعته. الركنة بتاعتنا النهاردة الخشب بتاعها سويد، زي ما انتم شايفين حتة خشبية بسم الله ما شاء الله نظيفة جدا. طبعا الشغل بيتعمل عندنا زان او بيتعمل سويد على حسب طلب العميل. والركنة بتاعتنا فيها سريرين، والسرير درج اللي هو بيتسحب لبره، اللي هو الشغل العادي بتاع زمان، مش الميكانيزمات بتاعت اليومين دول. طبعا احنا شغل الميكانيزمات سحارة او سرير بتنزل كتير، شفتوها هنا على القناة، بس العميل طلب هنا ان السرير بتاعها يبقى الدرج اللي بيتسحب لبره دوت. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله حتة خشبية نظيفة ومحملة. الركنة دي ان شاء الله هيكون السفنج بتاعها سفنج هايبر كثافة 45. الهايبر كنت مصوراه في الفيديو اللي فات واللي قبله كان الطقم اللي كان مسافر القاهرة دوت، كنا مصورين الشغل بتاعه كان بالهايبر، والطقم اللي قبل منه برضو كان هايبر. فهتشوفوا بقى الهايبر، بس الهايبر هنا هيبقى الارتفاع اللي هو حوالي 14 سنتي. الطقم اللي فات كان ارتفاع 25 سنتي. اللي ما شافش الفيديو يقدر يرجع له تاني، هيعجبه ان شاء الله. فان شاء الله تابعونا في الفيديوهات اللي جايه، هتشوفوا معانا مراحل تنجيد الركنه دي لحد الفينش ان شاء الله. وكمان القماش بتاعنا هيبقى قماش كتان، فكل دوت هيعجبكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.